وقت المذاكرة عدى خلاص والامتحانات قربت، والمشكلة اللي بتكون منتشرة وقت الامتحان هي نسيان الإجابة وضعف الذاكرة والتركيز وصعوبة استرجاع المعلومة. ويلا نعرف مع بعض أسباب نسيان الإجابة في الامتحان. طريقة المراجعة الغلط وبتكون معتمدة على حفظ الدروس، والمخ بيستوعب أي معلومة بيكون فاهمها وعندك تركيز وانت بتراجعها وقت المراجعة. وانصحك بفهم الدروس عشان بيساعد على سهولة استرجاع المعلومة في الامتحان. التنفس بطريقة غلط وانت في الامتحان، وبكده بيكون نسبة الأكسجين اللي بتوصل للمخ قليلة، فيأثر على عمل المخ ويسبب نسيان الإجابة وضعف الذاكرة والتركيز. وانصحك وقت الامتحان انك تتنفس بالراحة وبهدوء عشان تحافظ على نسبة الأكسجين. التوتر والقلق والضغط النفسي بيسبب نسيان الإجابة في الامتحان نتيجة ضعف الذاكرة والتركيز، عشان التوتر الزيادة بيسبب انكماش منطقة الحسين بالمخ وهي مركز الذاكرة بالمخ. وكمان التوتر والإجهاد النفسي بيأثر سلبي على منطقة القشرة الجبهية اللي في المخ ويسبب اضطرابات نفسية وضعف الذاكرة. وانصحك بتقليل التوتر والقلق والضغط النفسي ليلة الامتحان، وتشرب أعشاب طبيعية أو عصير فريش. العصبية الشديدة بتسبب نسيان الإجابة في الامتحان عشان ليها تأثير سلبي على المخ والجسم وتسبب ضعف التركيز. وانصحك بتقليل العصبية وتقليل شرب المنبهات قبل الامتحان، وتاكل أي حاجة خفيفة في وجبة الفطار. وهقولك على كمان نصيحة، لما تحاول تفتكر أي إجابة سؤال ومش فاكر، سيبها وحل سؤال تاني عشان تقليل إرهاق خلايا المخ. قلة ساعات النوم ليلة الامتحان بيسبب نسيان الإجابة في الامتحان عشان بيأثر على العمليات الإدراكية وصعوبة استيعاب المعلومات اللي في المراجعة. وانصحك بالنوم وقت كافي ليلة الامتحان عشان النوم بيساعد على تجديد خلايا الجسم وتحسين عمل الخلايا العصبية في تنسيق المعلومات. وبكده النوم بيكون ليه دور كبير في تقوية الذاكرة والتركيز وسهولة تذكر المعلومات وقت الامتحان. سوء التغذية ونقص الفيتامينات اللي بتأثر على الذاكرة والتركيز زي فيتامين B12 والزنك والنحاس. وانصحك بالاهتمام ليلة الامتحان بالتغذية وأكل المكسرات والأسماك والخضروات والفواكه المليانة فيتامينات عشان ليها دور كبير في تقوية الذاكرة والتركيز في المراجعة، وبيساعد على سهولة استرجاع المعلومة وقت الامتحان. واتكلمت عن الفيتامينات اللي بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز قبل كده، وهسيب لك رابط الحلقة بصندوق الوصف. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات أكتر عايزين دعم ليكم للقناة. وبكده يبقى احنا عرفنا أسباب نسيان الإجابة في الامتحان ونصايح بسيطة تساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وسهولة استرجاع المعلومة وقت الامتحان بإذن الله.